واحد هيقول لي طب ما انا بتصور يا كوتش وباخد مقاساتي بالمزوره. خلصت؟ حلو جدا ومهم جدا، بس مش كفايه. انا عايزك دايما تحط قدامك خريطه من 4 نقط. كام مره شفت فيها فيديوهات وسمعت كلام بيتكرر ان الانبادي ملوش لازمه، الانبادي ملوش لازمه. دي اول حلقه في سلسله الاولد سكول والساينس بيست وجهان لعمله واحده. الفيديو ده هيزعل ناس كتير، بس عشان كده انا عامله. وقبل ما اي حد يشوف الفيديو، لو مش هتكمل الفيديو للاخر وتقف في نصه فما تشوفش الفيديو خالص، علشان انت في اخر الفيديو ده هتحدد بنفسك اذا كان فعلا الانبادي ليه لازمه ولا ملوش لازمه. النهارده انا مش جاي اقول لك رايي، انا جاي اشرح لك الارقام وخطوات. وبالنسبه للناس اللي بتحب الابحاث فاظن ان هم يقتنعوا بالكلام ده، وتختار بنفسك. يا اما تبقى شخص امعاء بتسمع الكلام من اي حد من غير ما تدور وراه وتفضل تايه ما بين الشكل ده والشكل ده والمعلومه دي والمعلومه دي، او انك تفهم كويس وتحدد فعلا بنفسك هل هي فعلا صح ولا غلط. فيلا توكلنا على الله، خلينا نبدا واحده واحده مع بعض كده. في موجه طالعه اليومين دول على السوشيال ميديا بتقول لك ان الانبادي ده ملوش اي لازمه، وده جهاز تجاري ووفر فلوسك واستخدم اي موقع اونلاين زي فاتكل او كالكوليتور وهيديك نفس النتيجه اللي هتبدا على اساسها تبني الدايت بتاعك وتوفر ال 100 جنيه اللي هيخلوك فقير. خلينا الاول قبل ما نتكلم عن الانبادي لازم نتكلم عن الكارثه الاولى وهي الميزان العادي. الميزان العادي ده يا جماعه كذاب. انت ممكن تكون بتتمرن صح واكلك مظبوط وبتخس دهون وبتبني عضلات في نفس الوقت وجسمك وشكلك بيتحسنوا في المرايه والهدوم بتوسع عليك، بس تيجي تطلع على الميزان تلاقي وزنك ثابت سواء كنت بتزيد او بتقل. وده لان في فرق بين حاجتين، حاجه اسمها الفات لوس وحاجه اسمها الويت لوس. وعلشان العضلات اكتر كثافه من الدهون بنسبه 13% تقريبا، يعني كيلو العضلات بياخد مساحه اقل من كيلو الدهون. فلما تخس كيلو دهون وتزيد كيلو عضلات، اللهم صل على النبي، وزنك على الميزان مش هيتغير، لكن شكلك وصحتك هيتغيروا تماما. الميزان بيشوف رقم اجمالي ملوش اي معنى، لكن مش بيشوف الحقيقه اللي جوه جسمك. فاولا خليك فاهم، علشان انت تستخدم الميزان في البيت لازم تثبت الظروف بتاعته. يعني ايه تثبت الظروف بتاعته؟ يعني لو هتوزن نفسك كل يوم يبقى توزن نفسك كل يوم الصبح على بطن فاضيه او بعد ما تخرج من الحمام وتكون لابس شورت خفيف ومش تعبان ومش اكل اي حاجه. يعني بتوزن نفسك كل يوم لمده اسبوع وبتسجل الميزان بتاعك ده، وبتيجي اخر الاسبوع تجمع كل الارقام دي وتقسمهم على 7 فهيطلع لك الرقم الافريج، وهو ده متوسط ميزانك. بس في الاخر خليك فاكر انك هتحتاج الميزان ده علشان تتابع تطورك، وحطه على جنب كده خليه رقم 1. تعالى بقى ندخل على النقطه الثانيه اللي هي استخدام المواقع او المعادلات اللي بنعرف من عليها البي ام ار بتاعنا، واللي بناء عليه انت بتستخدمه سواء كنت بتضخم او بتنشف. وعلشان تعرف انا هستخدم كميه قد ايه من البروتين، انت عارف في كام معادله ممكن نستخدمها عشان نعرف الموضوع ده؟ عايزك تعد معايا. رقم 1 معادله ميفلين، ودي ادق معادله حديثا لحساب معدل الايض الاساسي بتاعك اللي هو البي ام ار، وبتاخد في الاعتبار الوزن والطول والعمر والجنس. المعادله اللي بعدها معادله هاريس بندك، وهي معادله اقدم شويه وبرضه بتعتمد على الوزن والطول والعمر والجنس، وفي نسخ قديمه معدله منها، لكن عموما هي اقل دقه من معادله ميفلين. اما المعادلات بقى اللي بتعتمد على نفس البيانات اللي فاتت وزود عليها نسبه الدهون عشان تديك الحسبه بتاعتك بنتيجه اقرب، فانت عندك معادله كاتش مكاردل، ودي بتركز على الكتله الخاليه من الدهون اللي هي اللين بادي ماس، وده بيخليها ادق لو عندك جهاز بيقيس نسبه الدهون ويكون جهاز محترم. وعندك معادله اوين، وكفايه لحد كده. تعالى بقى نشوف المعادلات اللي بتخمن نسبه الدهون من قياسات الجسم. بالظبط زي ما يكون انت واحد صاحبك ماشيين في الشارع وشفتوا عربيه معديه قدامكم، وقام صاحبك سالك سؤال عبيط كده، قال لك تفتكر العربيه دي كام سي سي، ولا العفشه اللي فيها سبور ولا لا، ولا العربيه دي فيها تربو ولا لا، لمجرد ان هو شاف العربيه عدت من قدامه او شاف لونها او سمع صوتها. ودي عامله زي معادله اليو اس نافي اللي بتعتمد على مقاس الرقبه ومقاس الوسط، واللي معظم المواقع بتستخدمها زي كالكوليتور وفات كالك، ومن غير ما يشوفوك اصلا على الواقع. ما يمكن انت فورمه كويسه اصلا. طب تعالى برضو في نقطه تانية اقول لك عليها. تعالى نشوف المعادلات اللي بتحسب نسبه البروتين بتاعتك، زي المعادلات العشوائيه اللي بتقول لك اضرب وزن جسمك في 2.2. كلنا سمعنا عن الموضوع ده. طب خليني اسالك سؤال كده، لو انت عندك اتنين وزنهم 100 كيلو وواحد نسبه دهونه 25% والتاني نسبه دهونه 12%، تفتكر الاثنين محتاجين نفس نسبه البروتين؟ لو جاوبت فاقلب الفيديو ده واعتبرني بهري وما تكملش. نفس الوزن على الميزان بس الاحتياج مختلف تماما. فدلوقتي احنا محتاجين نستخدم وزن الكتله الصافيه للعضلات في الجسم، مظبوط، علشان نقدر نشوف احنا احتياجنا قد ايه بالظبط. حلو قوي الكلام. هجيب منين بقى وزن الكتله الصافيه للعضلات دي؟ خلينا نمشي مع الترند ونسمع كلام الناس اللي بتقول لك احنا نستخدم الوزن المثالي بتاعنا ونحسب عليه. تخيل معايا كده ان احنا بنستخدم الوزن المثالي للجسم او الايديال ويت. فلو رحنا الموقع زي كالكوليتور هتلاقيه طالب منك 3 حاجات: السن والجنس والطول. مهما تغير في السن هيفضل يديك نفس الارقام. يعني انا طولي 173 وسني 33 سنه، تعالى كده اما نجرب مع بعض نديله 33 سنه. طب تعالى كده اما نجرب مع بعض نديله 40 سنه. طب تعالى كده نجرب مع بعض نديله 20 سنه. هتلاقي كل النتائج واحده. تخيل انت بقى راجل بتتمرن وبتحسب على الوزن المثالي بتاعك وهو 70 كيلو وبتتمرن بقالك 5-6 سنين وما شاء الله عامل كتله عضليه محترمه وزايد، هل هتحسب على الوزن المثالي بمجرد ان الموقع قال لك ان انت الوزن المثالي بتاعك كده؟ يعني انت لو وزنك المثالي زي ما هو بيقول لك 70 كيلو وما شاء الله عليك عامل فورمه حلوه وعامل شكل حلو ومزود نسبه عضلات وعندك 5 كيلو ولا 6 كيلو عضلات زياده، هتقللهم من احتياجك في البروتين؟ فلو عايز تعرف نسبه احتياج جسمك من البروتين فعليه فتعالى كده نبص مع المعادله دي. المعادله دي بتقول لك ان اللين بودي ماس او الوزن الصافي لكتله الجسم
بيساوي الوزن الكلي في 1 ناقص نسبة الدهون. طب نسبة الدهون دي انا هجيبها منين؟ هخمنها ولا هخلي موقع لا هو شايفني ولا شايف شكلي هو اللي يحسبها لي؟ طيب حلو، دلوقتي عرفت اللين بادي ماس بتاعي، تعالى بقى نحسب نسبة البروتين اللي جسمي محتاجها. فعلشان ما تتوهش تعالى اما اقول لك المعادلة الاشهر والابسط، وهي اللين بادي ماس في معامل البروتين، ومعاملات البروتين المقترحة والاكثر انتشارا من 1.6 ل 2.6 جرام لكل كيلو جرام من اللين بادي ماس على حسب هدفك. طيب لو مفيش قياس موثوق للانبادي، ممكن تقدر اللين بادي ماس بتاعك من معادلة اليو اس نافي او من السكين فولد وتطبق نفس الجدول اللي فوق ده، ولكن اعتبر ان ده مؤقت لغايه لما تعمل انبادي على جهاز محترم. تعالى بقى نخش على النقطه اللي احنا عايزين نتكلم عليها. لو الكابتن بيقول لك الانبادي ملوش لازمه، عايزك تساله سؤال واحد بس، تقول له انهي نوع فيهم؟ ال 970 ولا ال 770 ولا ال 580 ولا ال 570 ولا ال 270؟ انت يا كوتش تقصد انهي جهاز فيهم؟ لازم تبقى فاهم ان الانبادي بيشتغل كالاتي بشكل بسيط ومن غير شرح علمي لا انا احب اقوله ولا انت هتحب تسمعه. الانبادي بيعدي كهرباء ضعيفه جدا في جسمك عن طريق الدايره المقفوله اللي انت عاملها برجليك وايديك لما بتمسك دراع الانبادي، وبيقيس مقاومه الجسم ليها قد ايه. العضله بيبقى فيه ميه كتير فبيعدي الكهرباء منه بسهوله لان فيه مقاومه قليله، والدهون فيها ميه اقل فالمقاومه فيها بتبقى اعلى، ومن الفرق ده يقدر يحدد قد ايه جسمك فيه ميه ومنها يطلع الكتله الخاليه من الدهون. وعلشان يظبطها اكتر بيقسم الجسم لدراعين ورجلين والجذع، وبيستخدم ترددات مختلفه للكهرباء علشان يعرف نسبه الميه جوه الخلايا وبره الخلايا. اهم حاجه لما تيجي تعمل القياس ده لازم تثبت نفس الظروف. يعني ايه تثبت نفس الظروف؟ يعني يا ريت تبقى صايم ويا ريت تبقى بعد الحمام ومن غير تمرين قبلها، وعلشان تبقى الارقام ثابته ومقارنه عادله تستخدم نفس الجهاز، ويفضل من فوق ال 270. اما بقى بالنسبه للناس اللي بتحب الابحاث، فالابحاث بتقول لك ان لما جم يقارنوا جهاز الانبادي مع جهاز الديكسا سكان اللي هو يعتبر المعيار الذهبي، وده ولا انا ولا انت هنقدر نعمله كل شهر، لقيت ان في ارتباط بينهم بيوصل ل 98%. يعني النتائج قريبه جدا. يا سيدي خليها 90%، بس عشان اكون صريح معاك 100% في شويه تحديات. نسبه الخطا في الانبادي تتراوح من 3 ل 5%، ونسبه الخطا في الديكسا سكان بيتراوح من 1 ل 2%. خلاص خلصت على كده؟ حياتك هتقف على ال 3 وال 5% دول؟ طب هل ده معناه ان هو وحش ولا لا؟ الاهم من الرقم المطلق اللي هو بيطلعه لك هو نسبه مصداقيته في القياسات المتكرره، ومعامل الارتباط في القياسات المتكرره دي بيتجاوز ال 98%، وده معناه ان هو جهاز ممتاز جدا في متابعه التطور بتاعك. يعني لو نسبه دهونك نزلت من 20% ل 18% على نفس الانبادي، فهي نزلت فعلا وانت ماشي في الاتجاه الصحيح، بس زي ما قلنا بتكون مثبت نفس الظروف. علشان كده بنستخدم نفس الجهاز اللي بنعمل عليه الانبادي كل مره وما بنسترخصش فيه. واحد هيقول لي طب ما انا بتصور يا كوتش وباخد مقاساتي بالمازوره. خلصت؟ حلو جدا ومهم جدا، بس مش كفايه. انا عايزك دايما تحط قدامك خريطه من 4 نقط: الميزان، الانبادي، الصور، المازوره. دول الاربعه مع بعض تقدر تتابع نفسك مظبوط، تقدر تقيم نفسك. خليني اقول لك ليه ان الصور والمازوره مش ثابتين. طبعا زي ما كلنا عارفين ان الصور بتتاثر جدا بالاضاءه وبتتاثر بزاويه التصوير، انت اكل ولا لا، وعامل بامب ولا لا، انت بتاخد الصور بتاعتك ريلاكسد ولا فليكسد، وحتى الكاميرا بتختلف من موبايل لموبايل ومن عدسه لعدسه. اما بقى بالنسبه للمازوره القياسات بتختلف من مره للتانيه حسب انت شديت المازوره فين بالظبط كل مره. والاهم ان لا الصور ولا المازوره هيقولوا لك انت خسيت قد ايه دهون. انا شايف نفسي بتطور وبتحسن، بس انا مش شايف الارقام. تفهمني؟ ممكن دراعك يقل وتفرح، وممكن تبقى خسيت الاتنين، دهون وعضل. هتعرف منين؟ يجي بقى هنا دور اخوك اللي انت ما بتحبوش، الانبادي. انا عايزك تبقى فاهم نقطه: انت نازل الجيم علشان تتابع التطور بتاعك وتشوف انت قادر تتغير لقد ايه ورايح لفين، لكن مش نازل تضحك على نفسك. يعني انت مش بتعدل النتيجه على حسب هواك، مش بتقول لا انا ازود الفلتر هنا، لا انا اشد الوضعيه دي. طب ما انت كنت متصور وانت ريلاكسد، دلوقتي جاي تتصور وانت شادد وضع، تضحك على نفسك؟ او ممكن تكون متصور بموبايل معفن في زاويه تصوير زي الطين واضاءه زي النيله، وبعد كده رحت وقفت في مكان حلو واتصورت بالكاميرا نظيفه او بموبايل ايفون نظيف، والصوره طلعت ظبطت معاك ورفعت سنه الكلاريتي وظبطت الايفكت اللي كلنا فاهمينه وانت مفكر ان انت الوحيد اللي فاهمه. انت فاهم حاجه؟ هل انت كده صح وفعلا بتتابع نفسك وشايف التطورات بتاعتك؟ يا جماعه الموضوع مش حكايه ده احسن ولا ده احسن، الاذكى فعلا انك تدمج كل الطرق دي علشان تقدر تشوف ان نتيجه التطور بتاعك صح وما تخدعش نفسك وما تضحكش على نفسك. فانت كده معاك النقطه الاولانيه اديتك النتيجه، والنقطه الثانيه اديتك النتيجه، والثالثه والرابعه اظن انت كده مش محتاج حاجه اكتر عشان تقدر تتابع نفسك ولا لا. عايز تشيل منهم نقطه الانبادي شيلها، انت حر، بس ما تقولش ان ملوش لازمه. وده اللي احنا بنعمله من 2017 من قبل ما يقسمونا لاولد سكول وساينس بيز. انا ما اعرفش مين اللي قسم التقسيمه دي بصراحه، بس خلي بالك كل حاجه بتتبنى بناء على تجربه وخبره، وفي الاخر بتتاخد تتحول لعلم. يعني الساينس بيزد والاولد سكول هم وجهين لعمله واحده، مفيش حد فيهم بيعادي التاني. لا، الاولد سكول اوريدي جرب ونفذ وشاف تجارب وشاف خبرات، جه العلم بعد كده شرح. ممكن العلم يقول ان الاولد سكول فيه حاجات غلط او فيه حاجات احسن،
لكن مش هيقول لك ان الاولد سكول كان زفت. احنا بنتابع التطور اللي بيحصل وبنتابع العلم اللي بيحصل، وزي ما احنا عارفين احنا دلوقتي في 2025، يا عالم يجي في 2050 ولا 2060 ويقول لك لا ده والله كل الكلام اللي فات ده كان بتاع النيو سكول، ده كان بدح واحنا هنعمل المانجا سكول. اي كلام اي كلام، هو علم بيزيد وخلاص، فانت اتعلم وخلاص. ففي النهايه انت قدامك اختيارين، يا تختار انك تشتغل بالارقام والتخمين والميزان الكذاب، او انك تصرف مبلغ قليل وتشوف نسبه الدهون عندك وتظبط نسبه البروتين بتاعتك، بدل ما تصرف فلوس على بروتين انت اصلا جسمك مش محتاجه. ودلوقتي انا هسيب لك انت الحكم بعد ما شرحت لك كل الحاجات اللي فاتت دي. هل انت فعلا لسه شايف ان الانبادي ملوش لازمه؟ عايزك تسيب لي تحت في الكومنتات تقول الانبادي فعلا ليه لازمه ولا ملوش لازمه، ويموت المعلم ولا يتعلم، يمكن فعلا نتعلم حاجه جديده. وما تنساش الفولو. سلام.